السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة، شلونكم عيني؟ يا ربي بصحة وخير ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. رمضان مبارك ينعاد علينا بالصحة والخير والسلامة على الجميع. اليوم حابة أسوي لكم حلاوة عراقية تراثية ومن المطبخ الكربلائي، حلاوة الجزر. طبعا كل محافظة لها طريقة خاصة، كل مطبخ يعني المطبخ الموصلي يختلف عن المطبخ الكربلائي أو عن المطبخ البغدادي في تحضير هذه الحلاوة. أنا اختارت هاي الطريقة شوية سهلة ويعني بالحمس والطريقة والإعداد والمواد. هنا أنا عندي كيلو من الجزر غاسلته ومقشرته وراح أبرشه بالمبراشة أو محضرة الطعام برش، يعني مو عصر لا، أريد بيه روح. وعندي هنا نص قلاص من النشا وقلاص من الشكر، لأن الجزر عراقي حلو مو جزر مستورد. الجزر المستورد يكون مو حلو، الجزر العراقي يكون حلو. فبالنسبة للسكر هي مسألة ذوق، تردون تخلون قلاص أو قلاصين أو قلاص ونص. أنا راح أخلي مبدئيا قلاص. وهنا أنا عندي نص قلاص نشا وخاشوقة هيل مطحون وكمية من الجوز اللي يسموها عين الجمل. وهنا أنا فستق حلبي قسم مجروش وقسم يعني عامر زين. وهنا أنا قلاص مي، واحتاج نص خاشوقة مال شاي مال ليمندوزي اللي هو يسمونه ملح الليمون، وشوية ملح. هاي الحلويات لازم نخلي لها ملح للتوازن، وناس تقول على الحلال والحرام. راح أبرش الجزر وتابعوني. ممكن تبرشونه بهاي المبرشة بهذا الجزء الخشن مو بهذا الناعم، بس هاي متعبة وتطول. وممكن بمحضرة الطعام وهاي أسهل، يعني خلطة وحدة مو كلش تخلطونه ناعم يصير، لا لا لا، بشوية معالم من الجزر. هسه هذا الكيلو برشته، شوفوا هيجي برش ناعم، يعني مو كلش ممرود لا، بيروح. راح أخليه على الطباخ بهاي الطاوة أو جدر تيفال أو جرانيت تكون متلزق، يعني أي شيء عندكم جدر مو فافون لا، جرانيت أو تيفال ما يلصق زين. وأخليه على نار هادئة وبدون أي إضافة، ما أضيف له لا مي لا شكر أي شيء ما أضيف، أخليه على نار متوسطة شوية يعني فد نص ساعة، وأحركه بالتحريك المستمر وتابعوني. وطبعا الدهن نسيت أقول لكم عليه، دهن 4 خواشيق، هنا خاشوقتين دهن حر وخاشوقتين جنة، مو زبد ولا زيت، دهن حر. طبعا هم كانوا يستعملون الدهن لأنه ما عندهم ثلاجة يضموه، فهذا الدهن يحافظ عليها تبقى فترة، متى بس تبقى شهر أكثر من شهر. يعني هاي بالمحلات يبيعوها ما يحطوها بثلاجة، بصواني ويخلوها تبقى عندهم فد أسبوع، يعني مو يومية بيوم. أكو ناس حسب رزقهم تنباع بيوم بيومين. هذا الدهن بعدين أضيفه. أبقى أحرك بالجزر إلى أن أشوف الجدر ناشف، كون ما بي مي، يعني من ما بي مي معناته كل مي تخلصنا منه. بعد شوية بي مي، لا أشوف بالجزر بي مي. لما أشوف ماكو مي هنا كلش الطاوة تنشف، يلا أضيف الشكر وباقي المواد. هسه راح أضيف الشكر طبعا وتذوقوني، وهي مسألة ذوق. وراح أضيف الملح والليمندوزي على مود يعني تصير شيرة. الليمندوزي حتى يحافظ عليها ما تخرب وما تتأكسد. تردون عصير ليمون، الهيل لا ننساه، أهم شي الهيل. هسه راح أنص النار أقل من المتوسط، أسويه على نار كلش ناصية. شوفوا هسه الشكر بدا يموع حتى أروح أسوي النشا، بدا يموع الشكر. بدا يموع، شوفوا الشكر بدا يموع. أنا لما أخلص من الشكر ويتكرمل كلش، يلا أضيف الخطوة التالية اللي هي
النشا. النشا حتى تصير يعني علاتشية. شوية تبقون تحمسون بيها فد 10 دقايق ربع ساعة، يعني على نار جدا ناصية، على مود الشكر كله يذوب. هسه احنا في عملية إذابة السكر. ها شوفوا، هذا بمي بعده. طبعا ضقتها بعدتي محتاجة شوية شكر، راح أضيف لها نص قلاص شكر. يعني الشكر شوية شوية ضفته بالتدريج. هسه أبقى أحمس بيها، أحرك بيها على مود حتى يذوب السكر وتتكرمل. هاي خاشوقة خشب هم هيجي مثل اللي تمردوه، يعني مثل اللي تيجي ترصوه، مو بس تحركون، لا هيك. ها طبعا عدة طرق اكو، بس انا شفت هاي اسهلها ومجربتها. انا مسوية لكم يعني ذيك المرة غير طريقة. المطبخ العراقي عمره 7000 سنة ومتنوع، كل محافظة إلها طريقة في طبق معين. يعني هاي مثلا هاي طريقة أهل كربلاء، المطبخ الكربلائي تختلف قلت لكم عن المطبخ البغدادي، عن المطبخ الموصلي. أبقى بعدها بيها مي. شوفوها ما دام بيها مي بعدها لما تمتص كل المي حتى تستوي، ما تبقى مقرمشة. هذا القلاص المي أحل بيه النشا، عندي نص كوب نشا أحل بيه النشا. وين خاشوقه؟ هاي أحل النشا بهذا القلاص مال مي. اللي يبقى خاف أحتاجه للحلاوة أضيفه إذا احتاجينه، وإن شاء الله ما نحتاج. أغطيه شوية حتى البخار يسارع ويساعد في عملية الاستواء. اللهم صل على بعد بمي. أنا لما أريد المي كله يمتص، هذا بعد بمي. شوفوا هذا المي ما دام أكو مي، لأن أنا مخليته على نار جدا قليلة، لازم يتهدر على نار جدا قليلة. شوية هسه تجي وحدة تقول خون اشتريها من السوق. يعني مو مثل اللي انت بالبيت تسويه وبنفسك وبنظافتك، وبعدين احتمال مغشوشة ترسيها طحين. هاي وين على ايديك ومن ذوقك. هاي بعد بيه. هذا شوفوا ما دام المي بعده فبعده زين. هم ارجع كل شوية ارجع احركها، كل شوية ارجع احمس بيها. هذا يسموه حمس، نحمسها حمس. هم بعده شوية. شلون لونها حلو. طبعا تقدرون النشا إذا عاجبكم تحلونه بعصير برتقال، هم يصير بعد أطيب بها طعم برتقال، بس أنا حبيت يكون طعمها جزر خالص. بس جهزت قالب بايركس، أي قالب عندكم، فعفون ستيل بايركس أي قالب، وخليت نايلون ودهنته، وخليت بالأسفل هنا الجوز حتى من أقلبه يطلع بظهره الجوز حلو. وهذا من الفستق هم أخليه حتى بسهولة، يعني النايلون ومدهون بسهولة يطلع عندنا القالب. بعد مرور أكثر من نص ساعة شوفوا الطاوة ما بيها مي، نشفت وبدأ يتكرمل عندي، يعني هذا دليل على نجاحه وعلى أنه مستوي. خليته أكثر من نص ساعة على نار جدا ناصية على مود ينزل كل المي اللي بيه والسوائل. شوفوا هسه أضيف النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم أحرك بسرعة حتى الكل يتلابس ويا النشا، لأن يتكتل وما نقدر نسيطر عليه. بسرعة. هاي المرحلة الأخيرة ضفت الدهن اللي هو 4 خواشيق من السمن النباتي أو السمن الحيواني، مو زبد ولا زيت
لا، الدهن. هم كانوا على طريقتهم يستخدمون دهن، فراح ابقى شوف هسه قامت تلزق بالطاوة شوية، تبقون تحمسون بيها. وراح اضيف له الفستق الحلبي. هذا الفستق الحلبي ضفته له، وابقى احرك بيها، احمس بيها الى ان تتجانس وتصير كتلة وحدة. شوف شلون الدهن قام يلمع هسه، ابقى احرك بيها. طبعا مرات اسد التليفون لان ما اريدكم تضوجون، هي شوية بيها تعب، يراد لها عضلات ويراد لها تحريك وصبر. يعني هاي امهاتنا هيك كانوا يطبخون، فمو هسه كله ديليفري يطلبون. حتى الحلاوة والشاي، شاي والله العظيم الصبح اشوف ناس طالبين ديليفري شاي. هو شنو هو الشاي وطالبين ديليفري شاي؟ يجيبوا لهم شاي بالاكواب، اكل ريوق وشاي. يعني ابقى احرك بيها فد ربع ساعة الى ان تصير عندي يعني علاتشية وتلم. شوفوا هسه بدأت تلم. يعني تبقين بيها فد ربع ساعة اكثر. هسه راح اصبها بهذا القالب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مخليه بيه جوز، وهنا فستق ببطنها مخليه. طبعا انتم مش تردون جوز هند تخلون، فستق حلبي، فستق سوداني، احنا نسميه فستق عبيد. شلونها علاتشية تخبل تخبل. شوفوها 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 شلون تلمع. هسه اساويها، هنا اساويها واتركها تبرد واخليها بالثلاجة في الساعة. على مود شنو بالثلاجة في الساعة ساعتين تاخذ قالب. وهي حارة هسه اقدر اساويها، من تبرد بعد ما اقدر اساويها. شنو والله عبالك حلقة ومتخبل؟ شمال انا عندي سكر وين اتحمل. سويتها وصارت مثل القالب، وراح اغطي هذا الشيء واتركها تبرد شوية. يلا ادخلها بالثلاجة لان مو هي حارة تدخلوها الثلاجة، لا. طبعا هذا العتو والبزونة مقابليني منتظرين ايش وقت تخلص الحلاوة هسه، بس لا يهجمون عليها وهي حارة. هسه حارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. خليتها في ساعتين بالثلاجة، وهنا أنا خليت جوز هند. طبعا القالب إذا يكون صغير تكون عالية، إذا أقل شوف اللوز شلون تماسكها لمعتها، والله أطيب وأحسن من السوق. من السوق يعني ما تقولون شو اسمه حلاوة جزر. حلقوم حلقوم. شوفوها عبالك حلقوم. ها يعني تردون من هالجهة من هالجهة من نفس الشيء. من هنا تخلون هذا جوز هند، من هنا تخلون خنضوقها شلونها تخبل تخبل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة كلش كلش طيبة. ما اتحمل انا ابقى انتظر اكلها هسه. هاي حلاوة جزرية، حلاوة الجزر العراقية من الموروث العراقي الشعبي، حلاوة قديمة. وهاي سويت لكم اياها على طريقة المطبخ الكربلائي. إذا عجبتكم طبخاتي وعجبتكم أكلاتي فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.